داس الجندي على لغم دون أن يلاحظ، ثم استدار، فاندفع رفيقه الذي كان بجانبه لإنقاذه، لكنه للمفارقة كان محظوظا أيضا، فداس على لغم هو الآخر وتجمد في مكانه. هذا الخوف جعل جسده يتوقف عن الارتعاش تماما، لكن صرخة زميله أعادته إلى وعيه. نظر نحوه فكانت حالته مأساوية للغاية. أخذ الرجل نفسا عميقا وحاول أن يهدأ، وبدأ يوجه زميله لحقن نفسه بمسكن ألم، لكن الإصابة كانت خطيرة جدا، وكان من الضروري وقف النزيف لإنقاذه. استعد الرجل لرفع قدمه اليسرى والقفز نحوه لمساعدته في تضميد جراحه، لكن زميله لم يرد له أن يخاطر بحياته، لذا دون تردد سحب مسدسه ووجهه نحو رأسه، وأطلق النار على نفسه، مرسلا جسده إلى السماء ليبقى رفيقه على قيد الحياة. انهار الرجل وصرخ من شدة اليأس، لكنه لم يجرؤ على القيام بأي حركة، واكتفى بالصراخ بلا حول ولا قوة. في تلك اللحظة وجد نفسه محاصرا وحده في الصحراء. رفع يديه ليحافظ على توازنه، ثم سحب ساقه اليمنى ببطء وركع نصف ركعة على الأرض. بعد ذلك أخرج خنجره وغرزه في الرمال من الجانب، لكن اللغم كان مدفونا بعمق، فتوقف الخنجر في منتصف الطريق. فك رباط حذائه وربطه بالفأس، ثم فك حزام سلاحه لتمديد الرباط أكثر، وبعدها نهض بحذر، لكنه ما انقفز حتى فقد توازنه فجأة، فسارع إلى الاتكاء على الأرض ليتفادى الانفجار الذي كان يمكن أن يمزقه إلى أشلاء. حاول مجددا، هذه المرة سحب حقيبة اللاسلكي إليه. أول ما فعله هو محاولة الاتصال بالمقر لطلب المساعدة، فجاءه الرد بأن عليه الانتظار في مكانه لمدة 52 ساعة. واصل سؤاله عما إذا كان هناك حل آخر، لكن الإشارة انقطعت. غضب الرجل فخلع جهاز اللاسلكي وضبط ساعته على عد تنازلي، ثم أخرج طعامه الجاف ليستعيد طاقته. كان على وشك شرب الماء، لكنه اكتشف أن الكمية المتبقية شبه منعدمة، ومع ذلك لم يكن لديه وقت لليأس، إذ كانت عاصفة رملية هائلة تقترب نحوه بسرعة جمع أغراضه ولف جسده بالكامل، ثم غرس بندقيته القناصة في الرمال لتثبيت نفسه. ورغم شدة العاصفة بقي ثابتا في مكانه، إذ كان يخشى الألغام تحت قدميه أكثر من العاصفة نفسها. بعد مرور 30 ساعة بدأ يهلوس ونفد منه الماء تماما. يائسا خطى خطوة إلى الأمام، لكن لم يحدث شيء. اتضح أن ما كان تحته لم يكن لغما، بل مجرد علبة معدنية عادية.